السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم فاطمة من قناة كروشيستا. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض نوع من أنواع الفاكهة بالكروشيه، وهي فكة الكريز أو الكرز، وده منظرها. يا رب الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه بإذن الله. دلوقتي بقى نتعرف على الأدوات اللي أنا استخدمتها، الخامات اللي احنا استخدمناها في عمل الكريز. اي لون احمر متواجد عندك في البيت، اي نوع خيط. انا استخدمت خيط ديفا، كان عندي منه حبة. طبعا الحجم بتاعنا مش بياخد منك خيط خالص، يعني حبة صغيرين خالص، يعني ممكن الكورة دي هتعمل لي منها 2. واي لون اخضر، اي نوع برضو متوفر عندك. كان عندي حبة من الديفا برضو، استخدمته في ورق الشجر. ابرة مناسبة الشغل بتاعنا. قبل ما نبدأ، لو الفيديو ان شاء الله هيعجبك، عايزة بس منكم دعم للقناة عشان تساعدوني ان انا انزل فيديوهات اكتر بامر الله الفترة الجاية. لو ما عملتيش لايك للفيديو يا ريت تعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس عشان اول ما انزل اي فيديو يوصلك اشعار. يلا بقى بينا نبدأ. بسم الله. اول حاجة هبدأ بيها الخيط الاحمر عشان اعمل الجسم بتاع الكريزة. ببدأ على دائرة سحرية. الدائرة السحرية طبعا اتكلمنا فيها في فيديوهات كتير جدا، وعرفنا فيها التفاصيل بتاعتها. هتلاقوا الفيديوهات بتاعتها في الاساسيات. اول حاجة هعمل ايه؟ هجيب الخيط بقى اللي انا هبدأ بيه كف ايدي كده، بجيب الخيط على الربطة الصغيرة على الطرف الصغير وبحطه في كف الايد. بعد كده بعمل ايه؟ شايفين الصبع ده؟ انا بلف عليه الخيط كده اكس اهو، بحيث ان يبقى اكس كده قدام عيني. بعد كده بعمل ايه؟ بدخل الابرة واسحب طرف الخيط اللي من فوق اللي هو ده اهو، اطلعه والف لفة ابرة. بعد كده معايا الخيط الطويل ده هتعامل منه وياخد اول سلسلة بس عشان اقفل الدايرة بتاعتي، واطلع الدايرة اللي انا كونتها عندي اهي. وهعمل جوه الدايرة اللي اتكونت معايا دي عدد من غرز الحشو. هعمل 6 حشوات، اللي جواها 6 حشوات اهي. الدايرة اللي اتكونت معايا هدخل جواها كده بالابرة واسحب، اطلع خيط، يبقى معايا طرفين من الخيط على الابرة، الف عليهم خيط واطلعهم. 6 حشو جوه دايرة سحرية. اقفل بقى الدايرة بتاعتي حلو جدا عشان تبقى مكتومة اهي. هطلع على السطر التاني، انا عملت 6 غرز حشو. هطلع على السطر التاني، هطلع على السطر التاني. كل غرزة من اللي عندي ابتداء من اول غرزة انا عملتها هحط فيها 2. اول غرزة انا عملتها اهي، انا عملتها اهي، هحط فيها 1 حشو وانزل تاني اخد 2 حشو. في الغرزة هحط مرتين، والغرزة اللي وراها برضو نفس الكلام 1 2، والغرزة اللي بعديها 1 2. كده عملت 6. اللي وراها 1 2 8، واللي وراها 1 2 10، واللي وراها 1 2 12 غرزة حشو في تاني سطر.
12 غرزة حشو. السطر الجديد هبدأ اول غرزة هحط فيها 1 حشو بس، 1 حشو، واللي وراها هحط فيها 2 حشو، 1 2. الغرزة اللي وراها هحط فيها 1 حشو بس، اللي وراها هحط 2، 1 2. الغرزة الجاية 1 حشو، واللي وراها 2 حشو، هنا 1 حشو، وهنا 2 حشو، 1، هنا بقى 2، 1 2، وهنا 1 حشو، واللي وراها 2 حشو. وانا عايزاهم 6 مرات المجاميع دي. فاضل اخر مجموعة 1 حشو، واخر غرزة هحط فيها 2 حشو. لما اجي اعد السطر ده هينتهي معايا على 18 غرزة حشو. السطر الجديد يبقى انا عملت اول سطر 6 حشو، اللي وراه 12 حشو، اللي بعد كده 1 حشو تزايد، 1 حشو تزايد. كده انا خلاص وقفت تزايد. هبدأ اعمل سطور ثبات. يعني ايه سطور ثبات؟ اخر سطر كان معايا على 18 غرزة، هشتغل 4 سطور على 18 غرزة. طبعا ده معايا اول السطر، اعلمه باي علامة عشان بس منساش. هعمل اول غرزة حشو اهي فيه، وادي في راس الغرزة كده علامة ان دي اول غرزة عندي في ال4 سطور اللي انا هشتغلهم. واشتغل بقى كل غرزة في غرزتها، كل غرزة هتقابلني اديها 1 حشو من غير ولا تزايد ولا تناقص. 4 سطور. دلوقتي بقى خلاص بعد ما خلصت سطور الثبات عملت 4 سطور ثبات من غير ولا تزايد ولا تناقص، وده بقى منظره ما هو قفلت معايا. عايزه بقى ابدا اقفلها من فوق عشان تديني الشكل ده. انا دي لسه ما فنشتهاش خالص عشان هحط فيها الفرع. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبدا عمليه تناقص. انا هشتغل على حاجه اسمها التناقص الخفي. في فرق ما بين التناقص العادي والتناقص الخفي. احنا في الاميجرومي عامه بنفضل ان احنا نشتغله بطريقه التناقص المخفي علشان الغرز بتاعتي ما تبقاش متفتحه. هعمل ايه بقى؟ اول غرزه هتبقى عادي، حشو عادي، عملتها اهي. اللي وراها بقى هعمل ايه؟ هعمل تناقص، عمليه تناقص غرزتين في غرزه. الغرزه اللي عليها الدور في الشغل اهي. المفروض كنت بدخل الابره ويبقى عندي طرفين فوق الابره، لا انا هاخد ضلع واحد بس الامامي منها ادخل فيه الابره، والغرزه اللي وراها كمان الضلع الامامي منها. بقى معايا الطرف الاساسي والضلع الامامي من الغرزه وضلع امامي من الغرزه اللي وراها. الف اطلع من الغرزتين دولت خيط واوقف، يبقى معايا طرفين، الف اطلع الاتنين. ده كده اسمه التناقص الخفي. الغرزة الحشو اللي وراها حشو عادية. اللي بعد كده غرزة تناقص، باخد الضلع الامامي على قد ما بقدر بجيبها لكم مع الضلع الامامي اللي بعديها واطلع منهم خيط، وبعد كده اطلع من الاتنين اللي على الابره واخد 1 حشو، وبعد كده تناقص تاني. امشي بقى السطر ده كله بنفس الطريقه. هيبقى معايا 1 حشو وتناقص 6 مرات. 6 مرات هشتغلهم 1 حشو، والغرزه اللي وراه تناقص، وهنا كمان 1 حشو، والغرزة اللي وراه تناقص. تضيق بقى مني، خلي بالك عشان اشوف امتى هحشي فايبر. هنا 1 حشو والغرزة اللي وراها تناقص. ينتهي معايا السطر ده على 12 غرزة. لما اعد الغرز الحشو من فوق ينتهي معايا السطر ده على 12 غرزة.
كده انا هعدهم 2 4 6 8 10 12 غرزة معايا. بعد كده الخطوة الجاية، السطر الجاي، انا هعمل تناقص 6 مرات، همشي تناقص 6 مرات. دي اول واحدة اهي. فين الغرز اللي عليها الدور؟ الضلع الاولاني مع الاولاني على الابرة، واسحب اطلع منهم خيط واخد الغرزة بتاعتي، واحد حشو. وهنا برضو تناقص الغرزة دي مع الغرزة اللي وراها، واخد غرزة حشو، اطلع بس الخيط كده وابدأ اللي انا احشي، عشان هتبدأ تضيق معايا ومش هعرف احشي بعد كده. اجيب بقى حبة فايبر صغيرين كده وابدأ اني احشي الدايرة بتاعتي. هينتهي معايا السطر اللي انا ماشية فيه ده، اللي هو التناقصات 6 مرات، هينتهي معايا على 6 غرز حشو بالظبط. بس قبل ما اعمل الستة الحشو، عشان هتبدأ تقفل مني، احشي الشغل بتاعي بقى اهو، وما خليش زيادة من الفايبر بره. اخد حبة حبة كده وادخل باي حاجة عندك، بظهر ابرة، قلم، في ناس بيستخدموا الجفت او الملقاط كده. انا اهو بحشيها، وانا بحشي بقى احاول ان انا اعمل لها ملامح، ادورها بايدي كده عشان يبين الملامح بتاعتها. مثلا انا خلاص اهو حشيت هنا كويس، هشتغل مثلا غرزة تانية. انا كنت عاملة 2 تناقص، هاخد كمان غرزة اهي تناقص 3، وغرزة تانية اهي 4. بدأت تضيق عندي قوي، اجيب كده حبة صغيرين وادخلهم. فاضل لي كده غرزتين تناقص وتقفل معايا خلاص. بس ايه، احشي الاول. واكورها بقى. فاضل لي غرزتين تناقص واقفل معايا الكريزه بتاعتي اهي. دي 1 تناقص، 1 بسم الله، اهم حاجه ما نجيبش الفايبر وانا شغاله. 2 تناقص اهي، 1 تناقص، واللي جايه التانية في التناقص ادخل بس الفايبر بتاعي. حلو. هنبدأ بقى دلوقتي بعد ما خلصنا خلاص الاتنين الكورتين اللي احنا هنعملوهم. هبدأ دلوقتي في فرع الشجر. انا خلاص خلصت دول، هنبدأ بقى دلوقتي في فرع الشجر بتاعنا. هجيب اللون الاخضر دلوقتي بقى. هبدأ في فرع الشجر. فرع الشجر هعمله باللون الاخضر الغامق الزيتي. هعمل 20 غرزة سلسلة. دلوقتي بقى هبدأ اعمل فرع الشجر باللون الاخضر. هعمل اول حاجة 20 غرزة سلسلة، هعمل عقدة البداية واشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20. بعد ما عملت 20 غرزة سلسلة هبدأ اشتغل عليهم. هدخل ابتداء من الغرزة التانية واعمل 1 حشو، 1 حشو، واللي وراها كمان الغرزة اللي وراها 1 حشو.
يبقى انا كده عملت 2 حشو ورا بعض. بعد كده هشتغل 2 نص عمود ورا بعض، 1 2. بعد كده هشتغل 2 عمود ورا بعض، 1 2. بعد كده هرجع انقص واشتغل 2 نص عمود ورا بعض، نص عمود، 1 ونص عمود، 2. بعد كده اشتغل حشو، 1 2 1 2 3 حشو ورا بعض. وبعد كده هبدأ اعمل 2 نص عمود ورا بعض، 1 2. وبعد الاتنين نص عمود 2 عمود ورا بعض، 1 عمود اهو، 2 عمود. بعد الاتنين عمود 2 نص عمود ورا بعض، 1 نص عمود، 2 نص عمود. بعد كده اتفضل عندي غرزتين احط فيهم 1 حشو، والاخيرة 2 حشو. في نفس المكان الاخير اللي انا حطيت فيه الحشوة الاخيرة هدخل تاني احط معاها واحدة تانية حشو اهي، عشان الف للسطر من الناحية المقابلة من الظهر بتاعته. بعد كده هعمل 1 حشو في ظهر الحشو التانية، 2 نص عمود ورا بعض، 1 2 نص عمود. وبعد كده 2 عمود ورا بعض، 1 2. بعد كده 2 نص عمود ورا بعض، بعد الاتنين عمود 2 نص عمود، ماشي بس ده كده 2 نص عمود. وبعد كده 3 حشو ورا بعض في المقابل بتاعهم، ال3 حشو من الناحية التانية. انا بعمل نفس اللي عملته من ورا بعمله في الضلع الجديد، 3 حشو ورا بعض. بعد ال3 حشو هحط 2 نص عمود، 1 2. وبعد كده 2 عمود ورا بعض. بعد كده 2 نص عمود ورا بعض، 1 نص عمود، 2 نص عمود. اتفضل عندي في الاخر غرزتين هشتغل فيهم 2 حشو، 1 حشو، والاخيرة 2 حشو، واقفل في السلسلة اللي كنت سايباها ارتفاع. قفلت، هقص وانضف الشغل من ورا عشان اقفل الفرع بتاعي في اقرب اماكن ليها كده. ادخل الابرة واسحب الخيط وابدأ انضف الفرع بتاعي. بعد كده هعمل سلسال اهو الفرع، هعمل سلسلة بسم الله من 20 غرزة. الطول بقى بتاعها اللي انا اربط فيه الفروع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. بعد كده اطول شوية الخيط اهو، عايزة تطولي عن الطول ده براحتك.
كده خلاص انا خلصت الفرع اهو، فرع مزدوج مع بعض مرة واحدة. هاجي بقى اجيب الكريز بتاعي اللي انا عاملاه. انا عملت اول واحدة هنا، التانية بس هعملها خلاص عشان تبقى قدامكم. هدخل من هنا لهنا اهو، اهي خلاص دخلت فيها الطرف ده. بتجيب الفرع كده عند المكان اللي في النص احنا حطينا فيه حشو، بجيب عند الحشو اللي من تحت وبدخل الابرة فيه، اسحب الطرف التاني اهو كده واطلعه كمان على فوق، ادخل الابرة من فوق واسحب اطلعه من فوق اهو من على الحرف بتاعه ده اهو المنظر. انا دخلت من هنا وطلعت من فوق. بعد كده هعمل ايه؟ اظبطها بس كده على الوش بتاع السلسال اهي. بعد كده هاجي بعد بقى ما خلاص ركبتها في الفرع هبدأ اركب الناحية التانية في راس الكريزة التانية اهي. بعمل ايه؟ بجيب هنا اهو وبدخله بزنقه على جوه كده وبشتغل عليه بالاحمر، بقفله. الاحمر هنا كان كله تناقصات، هجيبها بس كده واشتغل التناقص بتاعي. عايزه بالخيط والابره وتثبتيها عادي، بس انا عشان ايه ما اشتغلش بالخيط والابره اهو عملت التناقص. اجيبها كده واعمل التناقص التانية، 1 2، واخد برضو معايا الفرع الاخضر عشان اثبت